السلام عليكم الشيرات. دونك جينا جيت نديرو مع بعض حلوة مايزينا، حلوة خفيفة ساهلة ديريها في وقفة. غادي ندير كونتيتي منها، انا غادي ندير جزء من بعد نزيد جزء. اول حاجة نبدو بها، نقول بسم الله. عندي 3 حبات بيض هما بدرجة حرارة المطبخ، 3 بيض البنات. نزيد عليهم قرصة ملح. هذا الكاطو يجي خفيف، يجي شباب، يجي ما شاء الله. وانا قهوة حليب. ندير عليهم كاس تاع سكر ناعم. هذا الكاس كاس سكر ناعم. انا راني مغربله تاع البنات. نزيد مغرف هاك تكون كميه مليحه تاع لافاني هاكا البنات. نخلط. هذا الحلوى بنات تجي بالزيت ماشي بالدهن، ديروها بالزيت ماشي بالدهن. تجي شابه وتجي ما شاء الله خفيفه، ولكن الزيت لازم نديرو انا دفوعات، يعني ما لازمش تكبي الزيت ضربه واحده. نخلطو بالباتير، نكبو الزيت بشويه ونخلط حتى يتقال معنا الخليط ويبيض يولي كيما المايونيز. كيما من نطلعو المايونيز البنات، يعني كيما من نطلعو المايونيز هكا. باش كي نقولو نشكلو فيها ما نخرجلناش الزيت. هكذا البنات. سمحوني البنات، انا هذا كاس زيت، انا نروح نضربه بالباتير البنات حتى يطلع الحجم تاعها وتولي كيما المايونيز، لاني ما عنديش البريزه هنا عندي في المطبخ راهي ضايعه. نطلعه نضربه مليح. هذا الزيت نزيده على دفعات ونجي البنات نكملوا مع بعض. خليكم معايا الشيرات. ها هو الخليط تاعنا البنات. بعد ما ضربته مليح ينق. شوفوا البنات، شوفوا الشيرات. شوفوا، يعني لازم حتى يولي شوفوا يقول كاع الزيت يبان. درك البنات نديرو المايزينا. عندي هذا الكاس الاول تاع المايزينا، ها هو غادي نديره ونخلط بنات. الكاطو هذا تقريبا يجي كامل بالمايزينا، حاجه قليله تاع فرينه. البنات كيفاش شوفوا البنات. هذا شوفوا البنات، عندي نصف كيس خميره كيميائيه غادي نديرها هنا في هذا الفرينه. حاجه قليله برك. نزيد هذا الكاس الاول تاع مايزينا، نموها كامل بالمايزينا، حاجه قليله فرينه بنات. نزيد المايزينا هنا، نوريكم بالكاس باش تعرفوا مقدار قداه. هنايا من الكاس الاول تاع مايزينا. هذا الكاس الثاني البنات، ها هو شوفوا تاع مايزينا. تجي خفيفه هشيشه البنات، تجي خفيفه تذوب في الفم.
نوريكم كيفاش شيرات. نزيدو الكاس الثالث البنات. كاين بزاف اللي يديروا فيها الكاس تاع مايزينا، وانا نقول هي من الاحسن انا نديرها مايزينا لانه اسمها الكاطو تاع مايزينا. يعني ندير 3 ونشوف. ثالث البنات ها هو. الفرينه تدي حاجه قليله البنات. تقريبا نلمها كاع بالمايزينا. شوفوا الشيرات. زيدها شويه تاع مايزينا البنات. نزيد نص كاس ونشوف. نص كاس تاع مايزينا ونشوف البنات. ها شوفوا الشيرات. شوفوا الكاس كما راكم تشوفوا الشيرات هكذا. هنايا عندي كيس تاع خميره، ماشي عفوا نصف كيس خميره كيميائيه. درتها في شويه فرينه. ها هي شوف هذه الفرينه. شوف البنات نعبرها لكم فرينه بالكاس بتعرفوا. واحد. البنات هكذا. هذه راني دايره فيها نصف كيس خميره كيميائيه. غادي ندير هذه الكميه ونشوف. شوفوا البنات. ها نزيد كمان هذا نشوف شيرت. لازم تبقى العجينه لازم تبقى طريه، يعني تتلاصق نوعا ما. باقي نحسب مغرف ولا البنات. نكملها هنا خلاص ما نزيدوش الفرينه البنات. صايي نقلع لي عجين من يدي البنات نتستيها بيدي الاخرى. تجي خفيفه خفيفه البنات ما شاء الله. يعني انا غادي نوريكم جزء اني راح نعاود نفس المقادير ندير عجينه ثانيه كميه اخرى. يا بايزين هنا باش نحط يدي نقيها. شوفوا العجينه تاعنا البنات كيفاش جات. شوفوا يعني خليها شويه تتلاصق في اليد. فهمتوني البنات. شوفوا ها يعني كي نديرها هكذا تجيني تتلاصق في اليد. شوفوا الشيرات اني راح نطبقوها بهذا الطابع. شوفوا البنات هذا هو. هذا نغطسوه دائما في المايزينا في النشا ونطبقوا به. من هذه العجينه ما تريح ما والو البنات. يعني كل حبه ديريها تطبعيها تم.
شوفوا البنات هكذا، شفتوا؟ انا نعاود نلمها البنات ونغطيوها، نغطيها باه ما تنشفش البنات. ما يليقش تنشف العجينه هذه، ما يليقش تنشف، تخليها عريانه، نضربها الهواء تنشف تمتم البنات. واخا واش عندي ونحن البنات تشوفوا مليح شيرات هكذا البنات. تشوفوا عندي البلاط تاعي ها هو، نجيب صاشي نغطي به العجين تاعنا ونبدا نخدم البنات. عندي نشا البنات، المول تاعنا يكون في النشا دائما. بسم الله نبداو، بسم الله. تبغوا الحبه كبيره البنات تبغوها صغيره، انا راح نديرها حبات يعني متوسطين، يعني باش نديرها حاجه كبيره يعني شويه نشيف يدي نديرها البنات نكور وتطبعيها تمتم، ما تستناش هذه. هكذا البنات شوفوا البنات هكذا نحطها هنا. نزيد الحبه الثانيه، الثانيه معكم الشيرات. توجو ندير يدي في المايزينه، الطابع يقعد في المايزينه البنات هكذا، نطبعها مليح باه هذيك الرشمه تخرج مليح. ها هو البنات شوفوا، شوفوا البنات زيد حبه معكم الشيرات هنا. تبغيها حبه كبيره عندك الميزان وزنيهم البنات، وزنيها تخرج لك على حبه، ولكن انا بالعين اعرفها تخرج لي على حبه. حبتها تجيني حبه كبيره وتجيني خشينه. نزيد البنات نزيد معكم حبه. نتمنى تكون الطريقه واضحه وفهمتوني مليح الشيرات. كندير شويه في كفي مايزينا ونعاود نروح هكذا هكذا الشيرات. شوف يعني يجي ما شاء الله هكذا البنات. ها مانيش باغيه حبات كبار، تجيني حجم يعني صغير وتقطع كميه مليحه. تجي ظريفه البنات، باه تجيني ظريفه ما نحبهاش كبيره. نزيد معكم حبه رابع توجور يكون في النشا. هكذا البنات اللي جاتني عوجه البنات. نحطها في الوسط نطبع. انا نكمل الكميه اللي عندي البنات ونرجع نزينوها مع بعض وتشوفوها في صحن التقديم. خليكم معايا البنات. وهذا هو الكاطو تاعنا الشيرات تاع المايزينا. ها شوفوا البنات، شوفوا هذا بعد ما طاب تشعلي له من تحت فقط،
ينشف فقط. هو هذا الكاطو ينشف يدي تحميره خفيفه من تحت، هذا مكان يقعد بيض هكذا في الشيرات، يجي ما شاء الله يذوب في الفم. هذا هو كملته ولصقته بالكونفيتير، مربى تاع المشمش، كونفيتير تاع المشماش لصقته به، ودرت له جوز الهند في الاطراف هكذا البنات. شوفوا الشيرات هكذا، ها شوفوا نوريكم، شوفوا الشيرات ها، يعني هكذا ها، شوفوا هكذا. درت له هذا كله اللون الاحمر، هذا مربى نفس المربى، درت فيه الكولورون احمر تاع ذوق الفريز، ودرت له هذا النقطه الحمراء في الوسط. شوفوا الشيرات ها. سمحوا لي يعني التصوير ما عنديش كيفاش نصور لكم، بصح البنات هذا هو. شوفوا ها، شوفوا ها، هنا في الاطراف درت له نواه كوكو، هذا مثلا جا روعه روعه روعه، طوب الشيرات يذوب في الفم، ساهل وتخدميه فيه وقفه ويقطع كميه لا باس بها. يعني انا درت 3 حبات بيض، كاس سكر ناعم، كاس زيت، كاس هذا الكاس اللي نعمر به انا، هذا الكاس طباني بطبيعه الحال، نصف كيس خميره كيميائيه. يعني المايزينا يدي دالي هذا العبار تاع 3 بيضات، دالي 3 كيسان ونص مايزينا، 3 كيسان ونص مايزينا بهذا الكاس. الحاجه اللي تعبري بها الاولى تعبري بها، ودالي كاس تاع فارينه في 3 بيضات. يعني انا هذا غادي نخدم له كونتيسي، يعني غادي نعاود ندير نفس المقادير ونعاود، ولكن يعني ما بقى 45 دقيقه تكوني خدمتيه وكملتيه. يعني ما تخليش يريح، خاطر العجينه فيها مايزينا ينشف، ما تخليه يريح. كي تلميه تمتم بدي تكوري كل كوره ديريها، بغيتي الحبه كبيره كبري ديريها شويه كبيره، بغيتيها صغيره ديريها اي حجم صغير، والطابع تاعك يدخل في المايزينا، توجور في المايزينا وتطبعي وتحطي في البلاط تاعك وطيبيها تمتم. لو كانت تكوري تحطي في البلاط وتجي تطبعي يتشقق، يجي ناشف ينشف تمتم وتشقق لك الحبه. لا الحبه تجي هكذا ليس البنات، ها شوفوا ها، تجي بيضه تشعلي لها من تحت فقط، تنشف فقط، تدي تحميره خفيفه فقط. البنات اللي شاهدتكم في الجنه، سمحوا لي البنات، شوفوها جا ما شاء الله روعه 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 البنات. وانا قهوه حليب ما شاء الله. انا هذه كونتيتي مازال نزيد عندي كونتيتي، هذا درتها من ضمن الكاطو تاع النفاس، مولاتها هي اللي بغات هذا الكاطو. الكاطو الثاني واحد اخر نديروه مع بعض نوريه لكم، كاع الكاطويات اللي نديرهم نصورهم معكم ونحط لكم فيديو ان شاء الله. البنات نتمنى تعجبكم الوصفه. اللي لحقت حتى لهذا المرحله نقول لك اختي ما تنسينيش بهذاك اللايك، دعمونا الشيرات جام، واشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نقول لكم خواتاتي وبارطاجوا الوصفه مع اصدقائكم واحبابكم وكاع باش الكل يستفاد ان شاء الله. نقول لكم الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء يا بنات.